ايه اعظم انتقام ممكن انتقم بيه من اي شخص بيقلل مني او بيأذيني او بيهني؟ وانا ما عملتلوش اي حاجه لمجرد الغيره والحسد. تعرفوا ايه اعظم انتقام ممكن تنتقم بيه من الشخص اللي بيأذيك؟ تخيل ايه هو اعظم انتقام؟ ان انت تكون احسن كل يوم عن اليوم اللي قبله، تركز على نفسك، تسعى لاصلاح نفسك، تاخد خطوات يوميا ان انت تكون نسخه افضل منك كل يوم. صدقوني ده ولا من غير ما ترد عليه، من غير ما تشتكي منه، من غير حتى ما تدعي عليه. سبحان الله، كونك ان انت بس تنجح قدامه كده وتاخد خطوات هو مش عارف ياخدها، ده في حد ذاته انتقام رهيب منك للشخص اللي بيأذيك ده. تمام. في يعني جملة كده او حكمة جميلة بتقول: اما سألوا الحكيم قالوا له بما ينتقم الانسان من عدوه، قال لهم باصلاح نفسه. يعني مش محتاج ان انا اشتكي، مش محتاج ان انا ارد عليه الاهانة، مش محتاج اي حاجة. هو مجرد انت ما تنجح وتصلح نفسك، انت كده بتنتقم من عدوك. طيب المؤذي، الشخص المؤذي ده هو مش عشان انت عملت له حاجه، هو اصلا بطبيعه نفسه شخص مؤذي. المؤذي ده شغله الشاغل ايه؟ يوقعك. شغله الشاغل يشغلك بمعارك مش بتاعتك، ويملى قلبك حزن وهم. فانت ما تدروش الفرصه دي. هو شيطان في شكل، في صوره بني ادم. طيب، هل انا يعني فاضي قوي للدرجه دي؟ هل انا وقتي وصحتي ونفسيتي مش غاليين عليا؟ لا طبعا، وقتي وصحتي ونفسيتي غاليين عليا. ما اهدرهمش بقى، ما اهدرهمش على الناس ما تستاهلش. تمام، خلاص. انا خلاص انجح، اشتغل على نفسي، دايما اكون اقارن نفسي بنفسي. يعني انا ايه، دايما كل سنه كده على راس كل سنه، طبعا احنا دلوقتي داخلين ان شاء الله على سنه جديده، فعلى راس كل سنه كده بجيب اجنده وبكتب فيها اهدافي. تمام، 10 15 هدف ان انا هعملهم ان شاء الله السنه دي. فمن ضمن الاهداف اللي انا بكتبها ان انا ايه، باجي اخر السنه اشوف الاهداف، يعني اقارن الاهداف اللي انا كتبتها السنه دي بالاهداف السنه اللي فاتت. فاكتشف ان انا مثلا كتبت 15 هدف للسنه هعملهم، ان انا مثلا حققت منهم 5 7 6. تمام، واخد معايا بقى الاهداف اللي انا ما كملتهاش للسنه الجديده. تمام، دي حاجه يعني كويسه جدا، كويسه جدا. ليه؟ لان انت بتكتب لنفسك اهداف، ان شاء الله ربنا يديك العمر يعني والصحه، وتقدر تحقق الاهداف دي. تمام. وبتكتب لنفسك اهداف طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، مش بتوفيق حد تاني. وبتكتب لنفسك الاهداف دي، وبتبتدي ان انت بتبتدي ان انت تقارن الاهداف اللي انت عملتها بالاهداف اللي انت لسه ما عملتهاش. دي بتقارن نفسك بنفسك. يبقى انت ما تقارنش نفسك بحد تاني، قارن نفسك بنفسك. اي حد زهقك، اي حد ضايقك، اصلح نفسك زي ما قلت لك. وقتك وصحتك ونفسيتك غاليين قوي، ما تهدرهمش على ناس ما تستاهلش. خلاص، نقفل الملف ده ونرفعه ربنا سبحانه وتعالى، هو كفيل بهم. ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اشغل نفسك باللي يصلحك ويقويك ويبنيك. اشغل نفسك ان انت كل يوم تتطور عن اليوم اللي قبله، تحفظ قرآن، تتعلم لغات، تعمل دايت ويبقى جسمك جميل، تروح جمعيات خيرية تتبرع، أولادك السنة دي يتقدموا عن السنة اللي قبلها، حياتك، بيتك، كل سنة يعني يبقى عندك تطورات في مجال عملك، في علاقتك بالناس، علاقتك بأهلك، في شغلك، في ولادك. فإن شاء الله ربنا ييسر الحال للجميع إن شاء الله. يبقى أنا دلوقتي إيه بقى أعظم انتقام؟ إن أنا أصلح نفسي. أعظم انتقام إن أنا أصلح إيه؟ أصلح نفسي. وكفى بالله وكيلا، ونرفع الأمر ربنا سبحانه وتعالى. هو قاضي الحاجات وكفى به وكيلا.